المرنيسي رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية. هذه الحملة الطبية اليوم متعددة التخصصات كتجي في إطار البرنامج السنوي للجمعية. رفقة الشركاء ديالنا استفد منها أزيد من الحدود اللحظة أزيد من 400 مستفيد من جميع الفئات العمرية. كانت من تخصصات متعددة، وهي فرصة باش نوهوا بالسادة الأطباء، أطباء القطاع الخاص والقطاع العام وأطباء المركز الصحي ساريج قناوة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على العناء ديالهم هذا اليوم. استفادت الساكنة من مجموعة من الكشوفات والفحوصات الطبية والاستشارات كذلك بالمجان، وتوزيع أدوية وتتبع الحالات إن شاء الله، مع توجيه الحالات المستعجلة للمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة من أجل دعم مجهودات وزارة الصحة وتعزيز الولوج للعرض الصحي، خصوصا بالنسبة للفئات المعوزة اللي كتلقى مشاكل يعني في ولوج الوصول لأطباء متخصصين أو يعني مواعيد كتكون بعيدة بزاف. اليوم جمعية ريادة بشراكة مع جمعية كفاءة مواطنة درنا واحد الحملة طبية اللي كتخص الساكنة ديال جنان الورد، وحقيقة كان عندنا إقبال كبير من جميع الشرائح العمرية وخصوصا النساء، لأنه كان عندهم رغبة بالنسبة لأنهم يشوفوا أطباء التوليد النساء والتوليد. وأيضا كان عندنا العديد من الناس اللي جات تتشوف. انتم عارفين هذا الوقت ديال البرد وكاين النزله. حقيقه هذا العمل هذا اللي كتشرف عليه الجمعيه هو عمل اللي ما يمكنناش نقولوا اننا نخليوه موسمي غير في البرد ولا غير في هذا، ولكن خصو يكون بصفه واحد المداومه، لانه الناس كتحتاج لهذا النوع من الحملات الطبيه، لانها كتطمئنها. وحنا عارفين ان الفلو اللي كيكون دابا بالنسبه للمستوصفات ولا بالنسبه للمستشفى الجامعي في هذا الوقت هذا عليهم واحد الثقل، والغرض من هذه الحملات الطبيه هو اننا نخفوا العبء شويه على الدوله اللي كدير واحد المجهود كبير في انها ترضي جميع المرضى، وهذا هو العمل اللي خصنا نقوموا به حنا كجمعيه مدنيه. وكنشكركم جزيل الشكر على المواكبه ديالكم لمثل هذه الحملات، واللي حقيقه حنا بغينا ما يكونش غير حمله طبيه، ولكن في نفس الوقت كانت حمله ديال التوعيه للناس بالاهميه ديال انهم الى لقاو شي اعراض بالنسبه للبعض خصوصا النساء انهم خاصهم يجيو يقلبوا ويجيو يشوفوا الاطباء، باش الحمد لله الا كانت شي حاجه وطلقات في الاول ديالها الواحد كيقدر يدير معاهم لو سويفي ويقدر يدير معاهم التتبع، وهذا شيء مهم جدا. شكرا. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد غالي علوي اسماعيلي، اخصائي في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره. جينا اليوم باش نقدموا شويه ديال الدعم اللي قدرنا الله للناس ديال الساكنه المنطقه، لانهم في هذه البلاصه في امس الحاجه لهذا النوع من الحملات. ونيت في هذه لا بيريود هذه كيكثروا شويه ديال الامراض التعفنيه الفيروسيه مع البرد والشتاء اللي كاينين. والله كنتمناو نكونوا عند حسن الظن، والله الله يكمل كل شيء بخير.